بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كي راكم دايرين خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير ويلقاكم الفيديو تاعي هانين ان شاء الله. اليوم عندي وصفة سهلة بزاف ومليحة، قهوة العشية وكامل نحوسوا لها وصفات بلا بيض راه غالي بزاف. الوصفة فيها كاس زيت. الوصفة هي الكاطو تاع الطابع تاعنا تاع الطورنو، حنا نقولوا الكاطو تاع الطابع. ما فيهاش البيض، وصفه سهله، ما كنتش ظنتها بلي تجي شابه هكا، سهله وجايه هشيشه بزاف. ان شاء الله تجربوها خياتي وترجعوا لي بالخبر. الوصفه فيها كاس حليب، كاس سكر، كاس زيت، كاس مايزينا، ما فيها والو، سهله بزاف. نفس الكاس اللي تعبري به تكملي به. كاس حليب، كاس زيت، كاس سكر درتهم هنايا. المايزينا مازال ما ضفتهاش في هذه المرحله، ودرت له سكرفشت له الليم. ولا عندك لافاني قادره ديري لافاني، انا نبغي الكو تاع الليم، خصوصا الكو تاعو شباب بزاف. كي ما يكونش عندك لافاني، وتبقاي تضربي هنايا في هذوك المكونات تاعك، تضربيهم بالبراميكسور ولا تضربيهم بالباتور كما ضربتهم انايا. هنا كتشوفي الخليط تاعنا كيفاش ثقال. لازم السكر كي تمسي بيدك هكا تسيبي السكر تاعك باللي ذاب. زدت هنا الكاس تاع المايزينا. الكاس تاع المايزينا لازم ما تنقصيش منه، لازم يكون عبر ديريكت، خاطر شكون تنقصي منه تجيك الوصفه، غير تنقصي منه تجيك الوصفه تجيك يابسه، ما تجيش طري. وعندنا زوج خماره. انا سيت هذه الوصفه قلت والله غير نديرها لخياتي ويستفادوا منها ان شاء الله. كامل نقصوا شويه البيض، راه غالي، حنا شاريين وبرك نقصوا شويه. تبقاي تخلطي في المكونات تاعك. هنا ذاب، بعد ما ذاب السكر اني وريت لك كيفاش ضربته بالباتور. درت الكاس تاع المايزينا والقرصه تاع الملح ما تنسايهاش، يعني درتها غير راح لي المقطع من التصوير. وتبقاي تزيدي هنا في الفارينه ما نجيش نقول لك المقادير شحال. تبقاي تخلطي، المهم تكون العجينه تكون جاريه بزاف. داك نوري لك القوام تاعها كيفاش يكون. تخيلطيها هنايا راكي تشوفي فيا. بعد ما ليمت العجينه تاعي لازم تكون جاريه. هي عجينه تاع الزيت تبان لك بلي جاريه، بصح كي تخليها شويه تريح تولي متماسكه، تولي ديك هي. راكي تشوفي هنايا كيفاش وريت لك، راهي طريه. لازم تخليها تريح شويه، واحد الربع ساعه ولا. غطيها هنايا، غطيتها بالبابي سيلفان وخليتها تريح واحد الربع ساعه ولا، لازم تريح وتكون جاريه. ونرجعوا للطوابع تاعنا. الطوابع تاعنا كم عارفينهم، الطوابع تاع الطابع تاع الكاطو تاع الطابع كامل، ما كاش دار ما فيهاش هذو الطوابع، وكل وحده تعرف كيفاش تخير الطوابع تاعها. انا عجبوني هذاك، خصوصا هذاك تاع الدمعه نبغيه بزاف. درت ساشي هكا من التحت ودرت ساشي من الفوق باش العجينه ما تظلش تزيدي لها في الفارينه تنشف لك. وخليها غليظ. الكاطو تاع الطابع غني عن التعريف، راكم عارفين باللي يكون غليظ. لهنا كتشوفي ما لاخرتهاش بزاف. راك نوري لك السمك تاعها. وكي ديري الساشي ما تكونيش مجبره باش تزيدي الفارينه. هنا الطابع تاعي نديرو نغطسو في الفارينه باش ما يلصقليش ولا ما ولا مايزينا. ونطبعوا العجينه تاعنا. الوصفه هايله، ان شاء الله تعجبكم خياتي. واللي اول مره تشوف القناه تاعي ما تنسانيش بلي جيم لي كومونتير. ربي يخليكم ان شاء الله، ربي يحفظكم. طلعوا لي قناتي. هذا هو الطابع تاع الدمعه، نبغيه بزاف، يفكرني بايامات زمان، ايامات الشابين. نكمل كامل الكميه تاعي اللي عندي. هاكي تشوفي ما يكونش رقيق، ماهوش صابلي. هنايا الليمه العجينه اللي بقات لي لايمه هكا، بالك تدلكيها لايمها وخليها وجبدي من العجينه الاخرى وكملي كاع الكميه تاعك. قطعت لي حوالي 44 حبه ولا، قطع لي بزاف. وهنايا خياتي درت صفار البيض. قادره ديري غير الحليب وحده، بصح الصفار يعطيه واحد الكولر شباب. هنا درت صفار البيض ودرت له شويه حليب، ودرت له الكو تاع الكراميل. الكو تاع الكراميل اختياري،
برك يجي اللون تاعو يجي شباب، اللون تاع الكاطو تاعك يجي شباب. هنا نفوت ندهن كاع الكاطو تاعي كامل. وهنا في ذا الوقت راني شاعله الكوشه تاعي على 180 درجه. ديريه من التحت ونقصيلو حتى يطيب لك من التحت، بديريه من الفوق تحمريه. الكاطو تاع الطابع لازم يجي حمر، ما يجيش ماهوش صابلي. مليح قهوه العشيه، مليح للضيافه هكا، ضياف الغفله كيما نقولوا. دهنت كامل الكميه تاعي، وانا ديكوريتو غير بشويه سكر، وكل وحده ديكوريه بالحاجه اللي عندها. السكر كيما تاع زمان جا شباب. الوصفه هذه ما كنتش ظنتها باللي تجي هكا، جا شباب بلا بيض وجا روعه، جا طري. ننصحكم برك الكاس تاع المايزينا لازم ديريه كامل، لخاطرش المايزينا هي اللي خلات الوصفه تاعنا تجي طريه. هنا نكمل كامل الكميه اللي عندي. وهنايا استعملت الفرشيطه، درتها كي شغل ديغالات، جاو شابين. دي الشكل تاعهم روعه. نكمل كامل الكميه اللي عندي. وهنا خياتي بعد ما طاب راكم تشوفوا الشكل تاعو، جا منتفخ مشقق، جا هايل. هذا هو الكاطو تاعنا تاع زمان. الوصفه تغيرت، ما فيهاش البيض، وجا طري، جا روعه. هنا راني غير خرجته من الكوشه، وبعد ما صباح هايل. وصفه ناجحه 100%، ما فيهاش البيض بصح وصفه ناجحه روعه. وهنا هذاك اللي ديكوريتي بالفرشيطه، شوفوا الشكل تاعو كي جا شباب، جا هايل. ان شاء الله خياتي تعجبكم الوصفه، وما تنساونيش بلي جام باش يطلع لي لا فيديو. هنا قسمت لكم حبه، شوفوا الشكل تاعها كيفاش جا هايل، وقطع لي كميه كبيره بزاف. وصفه اقتصاديه مليحه لينا كاع في هذا الوقت اللي راه شويه المعيشه غلات. فرحي وليداتك وفرحي عائلتك بهذه الوصفه. وفي الاخير نقول لكم مع السلامه، وتهلاو في رواحكم. مع السلامه.